هو ليه في بيت العيلة لما الست تقول إنها عايزة خصوصية الكل يتقلب عليها ويتقال لها انت اتغيرتي؟ هو من امتى بقى الطبيعي ان شقتها تبقى مفتوحة 24 ساعة زي محطة مصر؟ هو ليه كل حد يدخل ويخرج ويعلق ويتحكم ولما تتكلم يتقال لها عيب عليكي اصبري؟ الفيديو ده لكل ست تعبانة في بيت العيلة، لكل واحدة نفسها تبقى في أمان في بيتها، لكل أم فقدت راحتها وهدوءها ونفسها وسط الزحمة والكلام والتدخلات. تعالي نرجع لنفسنا، نرجع نحترم خصوصيتنا ونفهم ازاي نتصرف صح ونحمي نفسنا من غير ما نخسر اللي حوالينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتوني جدا. الفيديو بتاع النهاردة مختلف عن الفيديوهات اللي احنا متعودين عليها في قناة عيشيها صح. فيديو النهاردة معمول مخصوص عشان مشكلة هنتكلم عنها وصلت لنا من واحدة من أجمل متابعاتنا في عيلتنا الكبيرة عيشيها صح، وهي مش مجرد مشكلة، دي صرخة ست جدعة وطيبة ساكتة بقالها سنين ومستحملة فوق طاقتها. النهاردة مش هنتكلم لمجرد الفضفضة، احنا هنتكلم علشان نلاقي حلول حقيقية مع بعض، وعشان لو انت كمان بتعيشي نفس الوجع تبقي عارفة انك مش لوحدك. ولو عندك اي مشكلة شبه كده اكتبلنا في التعليقات، ولو عندك كلمة او دعوة حلوة او حتى نصيحة لاختنا الجميلة اللي شاركتنا قصتها ما تتأخريش عليها، لان يمكن كلمتك تبقى سبب في تغيير كبير في حياتها. ويلا بينا نبدأ مع بعض ونتكلم بصراحة عن بيت العيلة والخصوصية والكرامة وحق الست في ان يكون ليها مكان ترتاح فيه. ودي رسالة متابعتنا الجميلة اللي كتبتها لي في التعليقات عن المأساة اللي هي بتعيشها في بيت العيلة، وبقالها 15 سنة على نفس الوضع. وبكل اختصار مش هقولكوا طبعا كل التفاصيل، لكن بكل اختصار ان هي بقالها 15 سنة في بيت العيلة، مفيش خصوصية، بشقتها مفتوحة 24 ساعة، حتى مش من حقها ان هي لما تروح مكان تاخد مفتاح شقتها، بالعكس في شقتها برضك بتفضل مفتوحة، اللي عايز يدخل واللي عايز يخرج واللي عايز ياكل. سنين ورا سنين بتعدي. في الأول كانت مبسوطة وشايفة انه ده حب، بحس ان هم قرايب في بعض وان هم مميزينها، لكن مع الوقت اكتشفت انه وقتها بيضيع وعمرها بيتسرق وهي مش لاقية راحتها، مش عارفة تاخد راحتها في بيتها زيها زي اي واحدة، طول النهار بالطرحة بالعباية بلبس اللي يعتبر خروج علشان سلايفها واخوات جوزها، طول النهار عندها واولادهم. مش عارفة تاكل كويس، مش عارفة تقعد براحتها، مش عارفة تنام كويس. ولما بعد 15 سنة جت اتكلمت وقالت انه خلاص هي تعبت وعايزة يبقى لها خصوصية زيها زي اي حد، الكل اتقلب عليها وحصلت مشكلة كبيرة، وحتى جوزها خلوه يقلب عليها كمان. وهي دلوقتي في حيرة من أمرها، هل تكمل والوضع يفضل زي ما هو لغاية ما ربنا يحلها وجوزها بيقول لها نفس الكلام، ولا تروح تسكن حديث مع العلم انه دخلهم محدود جدا يدوبك بيكفيهم مصاريف. طيب يلا بينا نبدأ مع بعض نحل المشكلة دي، والكلام ده لأختي الجميلة ولكل واحدة بتعاني من نفس المشكلة. أول حاجة لازم تعرفي إن انتي مش مجنونة ولا أنانية، اللي بتحسي بيه ده طبيعي جدا، تعب من الزحمة، توتر من التدخلات، إحساس إنك عايشة في قفص مش في بيت. ده مش لأنك ضعيفة أو بتكبري الأمور، لكن لأن البيت من غير خصوصية بيساوي ضغط نفسي مستمر، وده بيأثر على يومك وعلى أعصابك وعلى حتى تربيتك لأولادك وعلاقتك بجوزك كمان. تاني حاجة، بيت العيلة مش مشكلة لو في حدود، مش كل بيت عيلة جحيم، لكن المشكلة بتبدأ لما الحما تعتبر نفسها إنها بقت قائدة عليكي، والسلايف يعدولك النفس اللي انت بتتنفسيه، وكمان اخوات الزوج يدخلوا في أي وقت من غير استئذان، وجوزك بيبقى واقف بيتفرج أو يسمع كلامهم ضدك. الخصوصية حق مش وقاحة، اللي انت بتطلبيه هو أقل حقوقك، شقة ليكي وباب مقفول عليكي، راحة نفسية، تلبسي براحتك، تنامي وقت ما تحبي، تتكلمي براحتك، كل دي مش رفاهيات، دي حقك. تاني نقطة، ازاي الوضع ده بيأثر عليكي من غير ما تحسي. خلينا نصارح بعض، انت بقيتي عصبية وصوتك بقى بيعلى من أقل حاجة، وفقدت رغبتك في اللبس أو التجميل، وعندك صداع ودوخة أغلب الوقت، وبقيتي كمان بتتمني اليوم يخلص علشان تختفي كل الحاجات اللي بتضايقك معاه. عايزة أقولك إن ده اسمه استنزاف نفسي بسبب فقدان الخصوصية ولازم يتعالج. طب نعمل إيه؟ تعالي نقول خطوات عملية وحقيقية. رقم 1، لازم تعرفي الحاجات اللي مضايقاكي تحديدا، ايه اكتر حاجة مسببالك ضغط، وايه اكتر 3 مواقف بتخنقك يوميا ومش عارفة تتخطيهم، وايه اللي نفسك يتغير في اقرب وقت. لما هتعرفي ال3 حاجات دول هتبتدي تاخدي خطوات ناحيتهم، حتى لو كل يوم خطوة واحدة. قبل ما نكمل بقية الخطوات انا عايزة اقولك ايه اللي كان مخليكي ساكتة طول السنين دي كلها، وليه اتكلمتي دلوقتي. عارفة ايه اللي كان مخليكي ساكتة كل السنين اللي فاتت دي؟ مش انك ضعيفة،
ولا إنك مش حاسة بالقهر والتعب، لكن لإنك كنت خايفة من الكلام ومن العتاب ومن اللوم، خايفة حد يقولك انت اتغيرتي، ما بقيتيش زي زمان، ما بقيتيش طيبة زي الأول. فكنت بتقول استحمل عشان محدش يزعل، استحمل عشان اراضي الكل. بس السؤال الحقيقي هو انت مين بيراضيكي؟ يا حبيبتي، عشان تسمعي كلامي وتطبقيه وتقفي على رجلك لازم أول حاجة تؤمني بيها هي إن راحتك وسلامك النفسي أهم من رضا الناس كلها. طالما ما غلطتيش في حد، ما خربتيش بيت حد، وطالما ما أخدتيش حق مش ليكي، يبقى انت مش غلطانة ومش عاملة حاجة غلط. يبقى خوفك ملوش معنى، يبقى إحساسك بالذنب اللي مكرهك في حياتك كلها لازم يتكسر. خليكي فاكرة دايما، اللي هيزعل عشان ان انت بتحمي نفسك هو شخص مستفيد من ضعفك، واللي هيقولك اتغيرتي هو شخص كان عاجبه انك ساكتة على القهر. انت مش الظالمة، بالعكس انت المظلومة. فلما تقومي وتقولي كفاية ما تبقيش خايفة وما تبقيش حاسة بالذنب وما تبقيش كمان بتبرري. انت بتبني نفسك من جديد، وده مش غلط، ده فرض عليكي. طيب بالنسبة للسؤال اللي انت سألتهوني، اروح أجر حديث وانا ظروفي على قدها ودخلي ما يسمحش، ولا افضل في مكاني ويبقى الوضع على ما هو عليه؟ مش هتروحي تأجري حديث ومش هتفضلي مكتومة ومغلوبة على أمرك زي ما كنت بقالك 15 سنة. الحل مش يا كده يا كده، الحل الحقيقي انك تبني حدودك وانت في مكانك. طبيعي انك لما هتطلبي الخصوصية لأول مرة بعد سنين كانت فيها كل حاجة مباحة ومفتوحة وبدون قيود، طبيعي جدا الناس تستغرب وتعترض أو حتى تهاجمك. بس مع الاستمرار والإصرار هيبدأوا يتعودوا على ده، مش لأنك فرضتي عليهم، لكن لأنك احترمتي نفسك ففرضتي احترامك عليهم. هتبدأي بخطوات بسيطة جدا، وافتكري ان في الطبيعي أي عادة جديدة بتاخد 21 يوم عشان الناس تتقبلها، فتعاملي معاهم كده. خدي وقتك وما تستعجليش النتيجة، ما تعامليش الناس بعدوانية، بالعكس عامليهم بود، سلمي عليهم لما تقابليهم وكلميهم كويس. حتى لو البداية معاهم مش هتبقى مريحة وهيبقى فيه اسلوب مش حلو في الكلام، ردوا او مردوش، بس خدي بالك مفيش راحة في الهروب. الراحة الحقيقية انك تخلقي مساحتك الامنة وانت جوه بيتك. 15 سنة استحملتي من غير فايدة كل حاجة، استحملي كمان شوية، بس المرة دي هتكون بفايدة وهتكون في حدود وهتكون في راحة ليكي. طيب هتعملي ايه عشان تطبقي كل الكلام ده؟ رقم 1، اتكلمي مع جوزك بطريقة ذكية، مفيش حل من غيره، لكن لازم تتكلمي بأسلوب ما يخليهوش يحس انك بتهاجمي أمه وأهله. جربي تقوليله أنا مش عايزة أخسرك ولا أخسر أي حد، بس أنا نفسيتي تعبانة جدا، مش عارفة أربي ولادي ولا عارفة أرتاح لأنه مفيش خصوصية، مش لاقية وقت لنفسي. لو بتحبني ساعدني ان ارجع اعيش كإنسانة، مش مجرد حاجة في بيت مليان مش ملكي. وطلبك مش لازم يكون ان انت تغيري السكن وتعيشي في شقة ايجار، ممكن تبدأوا بقفل الباب في وقت معين من اليوم، ترتيب وقت للراحة، تقليل تدخل الناس في حياتكم. ولازم تفهميه انه لما هتكون نفسيتك تعبانة ومش مرتاحة ده هيأثر على علاقتك بيه هو كمان وبولادك وببيتك وبحاجات كتير في حياتك. لو مش هتقدري تقولي لأ لكل حاجة، قولي لأ لحاجات صغيرة. يعني مثلا بدل ما باب شقتك مفتوح 24 ساعة اقفليه، واللي يخبط افتحي. بدل ما كل طول اليوم بره شقتك، لا اقعدي في شقتك وخصصي وقت معين في اليوم للقعاد مع حماتك وسلايفك، مش طول اليوم. ولو حد بيدخل عندك بدون استئذان قولي بلطف انا كنت مريحة شوية، انا تعبانة دلوقتي، ممكن نأجل الكلام لبعدين. في البداية كل كلمة هتقوليها هتبقى صعبة، وكل كلمة هتقوليها هيتعمل منها موضوع، بس انتي لازم تبقي عارفة ده انه ده طبيعي يحصل في الوقت الحالي، ولكن مع الوقت هتلاقي كل حاجة بتاخد مكانها الطبيعي. أثناء ما انتي بتطبقي الخطوات دي هتخططي لحياتك بهدوء. لو ما عندكيش فلوس ونفسك في المستقبل يبقى في مكان خاص ليكي ولولادك تعيشوا بيه بره بيت العيلة، ادخري مبلغ بسيط جدا شهريا حتى لو 100 جنيه، ما تستهونيش بأي جنيه بتشيليه. ودوري على مصدر دخل ولو صغير يفيدك من البيت، طبخ، تبيع منتجات سواء من البيت أو أونلاين. لازم تحطي هدف، انت بعد 6 شهور لازم يكون عندك خطوة تجاه خصوصيتك وتحسين وضعك المادي، وهنعمل فيديوهات بخصوص المواضيع دي كتير، ازاي نتعلم مهارات واحنا في بيتنا، ازاي يكون عندنا مصدر دخل واحنا في بيتنا نحسن فيه من وضعنا المادي. بعد كده هترجعي علاقتك بنفسك. خدي بالك من نفسك، الناس مش شايفة انهيارك بس حاسة بيه. اعملي ده يوميا، اقعدي مع نفسك ولو 10 دقايق في هدوء، حاولي تصلحي اللي السنين اللي فاتت دي كلها كسرته جواكي. خلال ال10 دقايق دي اللي ممكن تزوديها ربع ساعة تلت ساعة على حسب وقتك، هتسمعي قرآن، هتسمعي حاجة تحفزك، هتلبسي لبس حلو ومريح جوه اوضتك.
كلمتين لنفسك تسمعيهم على طول ان انت ليكي قيمة وان انت مش قليلة وانك هتسترجعي نفسك وهدوءك وسلامك غصبا عن اي حد. ما تندميش على التغيير. لما تقرري تحمي خصوصيتك الناس هتزعل، هيقولولك ان انت اتغيرتي وهيقولولك انك ما بقيتيش طيبة زي زمان، بس الحقيقة انك بدأت تحبي نفسك، وده لازم يضايق كل اللي كان مستفيد من سكوتك زمان. واخيرا هنوجه رسالة للزوج والحما والسلايف، وهنبدأ بالزوج. لو بتحب مراتك وبيتك وولادك بجد، ساعد زوجتك انها تبقى انسانة مرتاحة نفسيا في بيت عيلتك، احميها حتى من اقرب الناس ليك لو كانوا بيوجعوها. مراتك مش عدو لمامتك ولا لأهلك، بس مراتك عندها قلب وعندها نفسية بتتعب وبتنهار ومفيش غيرك يقف جنبها. الست اللي كانت شايلة بيتك وساكتة النهاردة بتنهار ومحدش شايف ولا حاسس بيها. لو مسكت ايديها دلوقتي ممكن ترجع تبني كل حاجة من أول وجديد، لكن لو سبتها لوحدها الخسارة هتبقى كبيرة قوي ليك وليها. وعايزة أقولك إن مش عيب أبدا إن مراتك تبقى في شقتها ومعاها مفتاحها هي بس اللي محدش تاني يملكه غيرها حتى لو كان من أهلك. ده مش ضد الاحترام ولا ضد العشرة، بالعكس ده ديننا اللي أمرنا بكده. ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، سورة النور. وده بيشمل أي حد، والدتك، اخواتك الرجالة، اخواتك البنات، سلايفها، اي حد. خصوصية بيت الزوجة مش رفاهية، دي فريضة شرعية ربنا فرضها، ومعنى كلمة تستأنسوا ان وجودكم يبقى مرحب بيه. مش حرام ابدا انها تقفل على نفسها بابها وتبقى ليها حرمة زي ما ربنا امر، ومش حرام انها تحدد وقت معين كل يوم او كل اسبوع تقعد فيه مع اهلك. ده الطبيعي، وده اللي يخلي العلاقة تدوم باحترام ومحبة مش بالغصب والضغط. ودلوقتي هنوجه رسالة لوالدة الزوج واخواته والسلايف. عايزة اقول كلمة من القلب لكل ام زوج ولكل سلفة ولكل اخت زوج. بصي لمرات ابنك او مرات اخوكي او مرات ابن اختك مش كعدوة ولا دخيلة، لكن كإنسانة بنت ناس سايبة اهلها وبيتها وجاية تبدأ حياة جديدة وسط ناس مش من دمها، وجاية على نفسها وبتحاول تتأقلم وتفرح وتنجح وتربي وتعيش. فلو مش قادرة تحبيها على الأقل ما تضغطيش عليها. وقبل أي تصرف بترضيه عليها فكري دايما: هل بترضي ده لبنتك؟ هل ترضي ان بنتك تبقى في بيت مفيهوش خصوصية، حد يدخل عليها اي وقت يتقال عليها اتغيرت لما تحاول تحمي نفسها؟ هل ترضي ان جوزها يسيبها لوحدها تواجه الكل علشان بس قالت ان هي تعبت؟ كل واحدة فينا بتحلم لبنتها ببيت فيه حب واحترام وخصوصية وزوج حنين. فليه لما مرات ابنك بتطلب نفس الحقوق بتشوف انه مش من حقها؟ ليه لما بتحاول تحمي نفسها بتقول انها اتغيرت وبقت مش كويسة؟ مرات ابنك مش محتاجة منافسة ولا حرب، محتاجة بس شوية رحمة، شوية احترام، وخطوة بسيطة منك تديها إحساس بالأمان بدل الغربة. اللي ما ترضوهوش على بنتك ما ترضوهوش على مرات ابنك، واللي ما تتمنهوش لنفسك ما تفرضهوش على غيرك، واللي بتخافي عليه في بيتك حافظي عليه في بيوت الناس. كل الكلام اللي قلناه في فيديو النهاردة مبني على مشكلة حقيقية من متابعة من متابعاتنا الجميلات في عيشيها صح، لكن الحقيقة إن المشكلة دي مش عندها هي بس، دي عندي ناس كتير. واحنا هنا مش علشان نهاجم حد ولا نقف في صف طرف ضد طرف، احنا هنا علشان نفكر بعض إن سواء كنت مرات ابن أو كنت حما كلنا لينا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات. كلنا المفروض نعامل بعض بما يرضي الله، وكل واحدة فينا لازم تحط نفسها مكان التانية. اللي بترضيه لبنتك ارضيه لمرات ابنك. كلنا بنمر بظروف صعبة وفي حاجات ساعات بتكون خارجة عن إرادتنا، بس ده مش معناه إننا نظلم بعض ولا نتكلم على بعض بكلام يوجع ولا نغلط في بعض أو نكسر نفس بعض. خلينا نعيش ونتعامل مع بعض على أساس واحد، لا ضرر ولا ضرار، وكل واحدة فينا عايزة تعيش في راحة وفي حب وفي احترام، وكلنا يوم من الأيام هنتحاسب على كل كلمة وعلى كل تصرف وعلى كل نظرة حتى. خلينا نعيش ونتعامل على أساس واحد، لا ضرر ولا ضرار، كل واحدة فينا عايزة تعيش في راحة وفي حب وفي سلام وفي احترام، وكلنا يوم من الأيام هنتحاسب على كل كلمة وعلى كل تصرف وعلى كل نظرة حتى. نسأل ربنا إنه يصلح الحال بين كل الناس ويهدي كل بيت، ويجعل بيوتنا دايما مليانة ستر وهدوء وطمأنينة، ويهدينا كلنا نراعي ربنا في بعض. ولو عندك مشكلة شبه دي احكيها لنا في التعليقات، ولو عندك دعوة حلوة لأختنا اللي شاركتنا حكايتنا اكتبيها من قلبك ويمكن تكون سبب في فرج كبير ليها. ولو عندك حل كمان غير اللي أنا قلته ياريت لو تشاركينا. وبكده خلص الفيديو بتاع النهاردة، بس كلامنا مع بعض عمره ما هيخلص. استودعكم عناية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استنوني في فيديو جديد.